قال له هو احنا ليه بنفرق كتير؟ يعني مثلا لو جيت في يوم وربنا فتحها عليك كده وقلت انا الكتاب ديت انا هقرا منه 10 صفحات، وتبدا تقرا فعلا. بعد كده تفتكر انك المفروض عندك ورد قرآن، المفروض تحفظ، المفروض ان انت وراكي مثلا تنظيف في البيت، غسيل مواعين، انا المفروض كنت اخرج مع صاحبي، انا المفروض كان صاحبي رن عليا والمفروض ان انا اتصل بيه، المفروض. طب انا خلاص، انا ورايا حاجات كتير جدا دلوقتي، فلازم ابقى كل طاقة، فلازم انام لي شوية، وبعد كده ابتدي بقى اخش اعمل كل اللي نفسي فيه. وتروح تنام لك شوية وتصحى تلاقي نفسك مكسل حتى تعمل أول حاجة كنت عايز تعملها. طب تفتكروا الكلام ده بيحصل ليه؟ عشان الشيطان بكل بساطة طول ما احنا عايشين هنا على وش الأرض هيلعب على حاجتين مهمين قوي، هي العمل الصالح وإن أنا أشرك بالعمل ديت لغير وجه الله. طب أنا جبت الكلام ده منين؟ تعالى كده افتح لي في سورة الكهف في آخر آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. إذا الشيطان أول حاجة هيبدأ معاك فيها إنك ما يخلكش تعمل العمل الصالح. يعني إيه عمل صالح؟ يعني يكون عمل صح، عمل يرضي ربنا، وإن أنت تعمله بإتقان، مش إن أنت تبقى قاعد بتعمله وأنت مركز في العمل اللي هتعمله بعد كده، فبالتالي لا أنت هتعمل اللي بعد كده ولا أنت هتعمل ده بإتقان. طيب إذا حصل وإنه أنت ما سمعتش كلام الشيطان وبدأت فعلا تعمل العمل ديت، فيروح الشيطان يخش لك على المدخل التاني، هو أنت بتعمل العمل ده خالص لوجه الله ولا عشان يقول عليك شاطر، عشان يقولوا عليك كريم، عشان يقولوا عليك ما شاء الله عليك ذكي، وتبتدي ان انت تقول حاجات تانية غير ان يكون العمل ده خالص لوجه الله. انا بساعد فلان عشان يساعدني، انا بقدم السبت عشان الاقي الحد، وهكذا من الاقاويل بتاعتنا. احذر واهدى كده على نفسك وما تقعدش تفرق كتير، واول ما يجيلك عمل خير قول لنفسك اخلصه الاول وبعد كده اعمل الحاجة التانية. وابعد عن نفسك الافكار الكتير اللي بتجيلك، بسم الله ما شاء الله افكار كتير قوي هتجيلك وحاجات خير كتير قوي هتجيلك اول ما تبدأ تعمل اول عمل خير. قول لنفسك بس اهدى وتروح تبعد الافكار التانية، خلص واحدة واحدة، وانت مطالب عندك بامكانياتك اعمل فيها واحدة واحدة عشان تنجز. هتفكر في كل وعلوكشة واحدة على بعضه ولا هتنفذ الاول ولا الاخير. ركز واهدى على نفسك وبطل تفرق كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.